كله تمام؟ تمام الحمد لله. فيريرا سنة خلاص الموضوع انتهى. موسم ان شاء الله. موسم موجود ان شاء الله. اللي جاي معاه اجنبي يا فندم فعلا ولا مصري؟ لا برتغالي. برتغالي. ده انت يا فندم يعني الطيبة مع الراجل ده غير طبيعية. لا مش طيبه ولا حاجه، هو مسؤول ونجح. طبعا. يعني انت جبت مدرس لاولادك وابنك طلع الاول ودخل كليه الطب. تضرب المدرس ولا تخليه معاه؟ واخد بالك؟ الحقيقه ده كلام محترم جدا 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 بصراحه. يعني نجح يعني في الراجل نجح فبيكمل يعني. مجلس اداره نجح وجيب بطولات وعمل منشآت. تيجي جمعيه عموميه تضربهم بالطوب وتزقلهم بالطوب ولا تجدد لهم الثقه؟ طبعا يعني ده طبيعي، من جد وجد، مش كده؟ طبعا. واجتهد والباقي على ربنا، توفيق ربنا سيف. طبعا. الحمد لله. واضح ان السنه دي يا فندم يعني فيريرا الحقيقه يحسب له ويحسب لحضرتك حته كده ما كناش متعودين عليها. الصفقات دايما لما بتجيب صفقات بتخش سنه سنه، وانا الحقيقه كنت على الهوا برضو، حضرتك طلعت في تصريح وقلت فيريرا انا مش جايب لعيبه بملايين علشان ياخدهم. انا الحقيقه كنت مختلف شويه. اما شفت اللعيبه ازاي السرعه اللي دخلت بيها وازاي تالق محمد ابراهيم وكهربا، دي برضو حاجه غريبه جدا. يا فندم ابراهيم عبد الخالق. ابراهيم عبد الخالق ما تنساوش. ازاي يا فندم الخلطه دي؟ يعني ازاي من اول ماتش التروس مشيت كده ما شاء الله يعني؟ بص الحمد لله توفيق. اولا بيبقى اللاعب جاي حابب النادي، حابب المكان، وعايز يسعد الجماهير من اول لحظه، وعايز يثبت وجوده للجمهور والمدير الفني من اول ثانيه. ويمكن احنا دخل كهربا ودخل محمد ابراهيم وابراهيم عبد الخالق. وابراهيم عبد الخالق يمكن ما اتدربش تدريبتين يعني، ولسه عندك محمد سالم وشريف علاء ما شاء الله وحمودي وفي محمد عادل جمعه وفي مكي. ياخد بالك كلهم صفقات زي ما انا قلت قبل كده. فرق بين صفقات السنه اللي فاتت والسنه دي. السنه اللي فاتت كانت صفقات لعيبه مش مشهوره ما كانتش في المنتخب، ولما دخل الزمالك اشتهرت ودخلت المنتخب. السنه دي احنا جايبين لعيبه في المنتخب ما شاء الله ومشهوره ومعروفه، فكلهم اضافه باذن الله ان شاء الله بامر الله. وبعدين انت زي ما قلت لك قبل كده الاخلاص والحب وانك انت يبقى عندك اراده النصر، الاراده اللي جوه رئيس النادي اللي بيديها اللعيبه واللي بيديها للجهاز. فبفضل ربنا الحمد لله ربنا يوفقهم باذن الله. عندهم ماتش بكره مهم مع نادي شقيق عريق سيد البلد اتحاد اسكندري، والنادي ده طبعا من الانديه اللي انا بحبها جدا. ان شاء الله ربنا يوفقهم بكره ان شاء الله. وبعد كده هيسافروا يوم الخميس على تونس باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. فندم شيكابالا سمعنا ان حضرتك عرضت 600000. شيكابالا خلص خلاص دلوقتي. 650000 فعلا يا فندم؟ خلاص شيكابالا خلص وكان في مكالمه بيني وبين الاستاذ عمرو الجنايني ودكتور مدحت العدل اللي هم معتبرين شيكابالا. وبعدين حصلت محادثه بيني وبين الاستاذ محمد سعود اعتقد هو في المغرب، واخد بالك، عشان احنا متفقين على عرضه السنه دي ب 150,000 دولار. خلاص جالنا الموافقه من نادي سبورتنج لشبونه. وبقول لجماهير الزمالك بقول لشيكابالا مبروك، وابدا صفحه جديده مع نفسك الاول، ثم مع فريقك اللي انت هتلعب له السنه دي، ثم مع جماهيرك العريقه اللي بتحبك وبتعشاك من محبينك. وانت خدت درس قاسي، وشيكابالا كان في اعداد الموت رياضيا. عملته معاه الصعبه بصراله. دي حاجه يعني طبعا اللي حصل ده كان مستحيل مستحيلات طبعا، لكن هو ربنا رايد ان شيكابالا يرجع الملاعب تاني. انا بقول له ده درس، خلي بالك، لاي مسؤول واي بني ادم بيتعامل مع مسؤول، لا في غل ولا في حقد، بالعكس. شيكابالا وده اللي كنت بقول له للعميد احمد سليمان، لو تفتكر ماتش اتحاد اسكندري وجاب جون وجال انا وقعد يقول كلام كده مش مظبوط، فقلت له طب يا شيكابالا هبطلك كوره باللي انت عملته. جالي تاني يوم اعتذر. كان المفروض ان انا اكتر واحد اقف ضده، خاصه عارف انه كان ابن المدلل امام ضوع، بس انا بفرق بين شاب في سن ولادي مستقبله كروي هيذيع، لانه شيكابالا ما عندوش وظيفه الا الكوره، وحرام حياته الرياضيه تختتم كده انه بيلعب في الحواري والازقه، حرام. وفي نفس الوقت درس ان مفيش حاجه اسمها انتقام. فين مصلحه فريقك؟ سلام عليك يا فندم. فده درس اهو لكل بني ادم. اوعى تحب وتكره، خليك قاضي. ممكن ابقى انا راجل قاضي قاعد على المنصه، والاستاذ اللي قدامي مجني عليه مدعي بالحق لنادي متهم، مشاعري ناحيته انا مش حابه، عارف بعمل ايه؟ اتنحى فورا، قانون كده. الدوري يا فندم والمكسب بيجيب هدوء وسعاده. نعم، الدوري والمكسب بيجيب هدوء وسعاده، يعني شايف حضرتك من بعد الدوري هدوء ما شاء الله يعني. لا بص لا بالعكس. هو لو انا كنت خدت فرصتي يا حسن يا صقر يا اللي خربت النادي
10 سنين تاني. ما احنا لسه بنقول هدوء اهو. لو انت اديتني فرصتي، انا قعدت 4 اشهر اهو، انا لحقت ابقى رئيس نادي 2005. ده يلا يا بابا والله روح على طول. انا بس بستاذنك. اتفضل. هرد على السيد الوزير خالد بيه دلوقتي على التليفون ويطلبني تاني. طيب يا فندم، حاضر، ماشي، متشكرين يا فندم، شكرا. المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الحمد لله على خير. كنا لسه بنقول هدوء. المهندس حسن صقر الحقيقه له برضه كل احترام، الراجل كان ليه يعني صولات وجولات ومن الشخصيات الحقيقه المحترمه جدا. انفردنا بخبر شيكابالا 650,000 دولار خلص دلوقتي لنادي الزمالك، انفراد للملاعب اليوم على الهواء مباشره، ويطلع إعارة للنادي الإسماعيلي 150,000 دولار لمدة سنة. أعتقد أن هم عملوا الصعبة مع شيكابالا، أعتقد أن شيكابالا دي فرصة عمره والباقي عليه هو. هيكون معانا بقى مهيب دلوقتي، حد يحاول يجيبه لنا حتى على التليفون أو حد يبعت له تيلكس ولا أي حاجة يقول لنا إيه بقى صدى يعني انضمام شيكابالا للنادي الإسماعيلي رسمي خلاص، يعني رسمي نادي الزمالك خلص شيكابالا، وشيكابالا ان شاء الله هيرجع الاسماعيلي من هناك هيكون معاه. هيتم ايه يا دي مرداش؟ ايه اللي هيتم؟ هيكلم مهيب عشان كده. طيب متشكرين جدا يا جماعه، متشكرين جدا. يعني الحقيقه برضو عايز اقول لكم ان ده يولع الدوري زياده. الاسماعيلي السنه دي احمد جعفر، شيكابالا، عفروتو، حسني عبد ربه، شوقي السعيد، ميدو مدير فني، قولوا بقى زي ما تقولوا. الناحية التانية برضو الحقيقة كابتن برضو الانتاج الحربي، صفقات محمد فضل، محمود عبد الحكيم، مين تاني يا جماعة؟ حد يقول لي. ابي الاهلي، بابا اركو، في حد تاني بس انا مش فاكر مين خامس، امير عبد الحميد، يعني محمود فتح الله. عايز اقول لكم ان فتح الله انا براهن عليه السنة دي، وصلاح امين. فتح الله السنة دي انا براهن عليه في الانتاج، هيعمل موسم يعني عنده روح وعنده عزيمة، بيعرف شوقي غريب بيعمل الخلطة دي ويظبط الأمور دي. يعني إن شاء الله بإذن الله أتمنى كل التوفيق. أيضا برضو بتروجيت تحت قيادة بقى الصقر أحمد حسن، هنشوف شغل جامد جدا. المصري السنة دي مع العميد كابتن حسام وكابتن إبراهيم هيبقى شغل برضو ناري. النادي الأهلي مدير فني كابتن فتحي مبروك أو أجنبي، خلاص يعني أعتقد إن هو شبه الاجنبي بقى على الباب يعني. كانت الناس بتستغرب اما نقول اجنبي، ولكن احنا عارفين مبادئ النادي الاهلي او عارفين سيستم النادي الاهلي. سيستم النادي الاهلي مش بالقطعه. ممكن كابتن فتحي مبروك يكسب اهلي يكسب زمالك، ممكن يسيبوه يخلص دوري، ولكن هي مرحله وفي اتفاق. يعني في جلسه قعدت المهندس محمود طاهر مع كابتن فتحي مبروك واتفقوا، والراجل الحقيقه له كل الشكر. كابتن فتحي مبروك الحقيقه يعني مدير فني عظيم وكبير جدا، طبعا دور كبير بيلعبه الكابتن علاء الصادق الحقيقه، برضه يستاهل كل التحيه. والناس ما بتزعلش في النهايه، مقدره الموقف وعادي. المهندس محمود طاهر برضه